اي لا اقل من نصف بالمية من الحاجه الفعليه. هناك استراتيجيه وضعتنا، اكو مشكله اخرى غير الفلوس، اكو مشكله عدم فهم لدى الوضع العام، سواء كان الوضع التنفيذي الوضع التشريعي، لمشكله السكن. كل ما يطرح موضوع السكن يقول روحوا على الاستثمار. هو وين الاستثمار؟ احنا بيئه طارده للاستثمار. عندنا كثير من المشاريع ردنا نسويها يا توقف مجلس وزراء يا توقف مجلس النواب. وضعنا استراتيجيه في بدايه تسنمنا الوزاره 9 نقاط. انا بس بدي اسالك سؤال، انت جاي تحكي بالاستراتيجيه وابعادها، بس انا اقول اذا انتم وزاره اسكان يعطونكم اقل من 5%. لا اقل من نصف بالمية مو 5%. اقل مش قد؟ نصف بالمية من الموازنه. لا عشكم مسوي الوزاره، على شنو مسوي لها؟ ما ادري، هذا مو تقول لي طب عليه. اسدها واقعد. اي مو تقول لي عليه، لا فعلا احنا موازنتنا كلها مو بس لا عدل من اقول؟ تقول والله وزاره الماليه وزاره التخطيط مجلس النواب اللي يقرر الموازنه. يعني هسه محسوبه علينا وزاره، الظاهر حسب كلامك بلاش، يعني محسوبه علينا وزاره. اي ما يعني ما تسد رمق الحاجه السكنيه. شوف انت قلت لك هي الطرق والمساكن، يعني هاي حتى بالقران مذكوره. احنا وزاره، دائما انا اقول وزارتنا وزاره قرانيه. بسم الله الرحمن الرحيم انشاناكم في الارض لنستعمرنكم فيها، غير نبني من جينا للارض. آية أخرى يقول شقوا فيها سبلا فجاجة، يعني نسوي طرق. السبيل الفجاج هو الطريق المعبد الذي يقدر أن يسير عليه الإنسان. طيب فما لا أكو موازنة، لا أكو دعم، لا أكو فهم للي دا يصير. احنا كدولة يراد لنا وقفة حقيقية في وضع رؤية اقتصادية واضحة. احنا شنو اقتصادنا الآن؟ شنو رؤيتنا؟ شنو مذهبنا الاقتصادي كدولة؟ تسالني انا شنو اقتصادكم؟ اي طبعا انت جزء من السلطه، انت مو سلطه رابعه. انا شنو علاقتي؟ انا اصنع راي عام، ابحث عن حقيقه. اي هاي حقيقه، انا اعطيك حقيقه. انا اعطيك حقيقه. انا اسالك انت. انا فرد من مجموع. لا انت وزير جزء. مو فرد. لا الوزير ما بالكم مثل الوزراء قبل، عم على كيفكم. لا وزير هسه مو مثل وزير قبل. يختلف هسه وزير هسه عن وزير قبل. وزير قبل عنده سلطه، احنا ما عندنا سلطه. شلون عنده سلطه؟ احنا وزير قبل كنت تقدر تقعد وياه هيك وتحكي انت؟ ليش ما اقعد؟ بزمن صدام كنت تقعد هيك؟ والله عمي سبحان الله احنا ما ادري، لا ما ندري عنه. اقعد وياه عادي جدا. هسه القضيه مو بالقعده، مو بالقعده. ولا وزير قبل قضيه بالمنجز. المنجز عندنا ويا كل هالصعوبات. انت قلت لي سمني ابو يوسف. ابو يوسف قضيه بالمنجز، قضيه تعال سويته، مو قعدت وياه ما قعدت وياه، هذا موضوع اخر. احنا تريد هسه نناقش ايش سوينا. ايش سويت احكي لي. سوينا نسوي اللي نقدر عليه في حدود ما توفر لنا اياه الموازنه الاتحاديه للدوله. الدوله مو فرد، مو وزير واحد، الدوله بها 34 وزير، والدوله بها 325 عضو مجلس نواب، والدوله بها عشرات الالاف من الصحفيين وصناع الراي العام. انا اريد منك انت كصحفي هسه تضغط على البرلمان تقول الموازنه القادمه يكون نمشي مشروع مساكن الواطئه او مشروع السكن الاقتصادي. يعني طبيب يداوي الناس وهو عليل. اي نعم. ماكو العله مو واضحه عندنا. لا العله واضحه ولا الطبيب. احنا قلت لك رؤيه اقتصاديه واضحه ما عندنا. هذه ما يسويها وزير ولا يسويها مجلس وزراء ولا يسويها رئيس وزراء. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني تعتقد احنا الان نبحث عن العله بعدنا لازلنا؟ اي نعم. 10 سنوات ما عرفنا العله وين؟ لا. اي نعم. يعني راح نموت بعلتنا احنا هسه، ما ندري العله وين؟ العله انت على ما تلقاها يراد لك دماغ صافي. عله انت من احتلال الى ارهاب. دماغ صافي؟ لا طبعا. من كدوله اشوف لا تبخس الناس اشياء. انا صار لي وزير سنه ونص، ما اريد ابخس اللي قبلني. تقريبا سنتين صار لك. لا سنه ونص. 23/12 هذا يوم اسود ما اتذكره وانساه. من يوم 23/12 هسه احنا بدايه الثامن، واحسب سنه ونص. تراهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم. عذاب الله شديد على اليمن. ما على السكارى على اليمن. ما ادري ولا ربط. لا مو يمك. اي هاي حسيت مع الناصريه. على العموم مو يمك والله، على السكاره مو يمك. قابل جاي هسه جايب طاريه كان اقول على السكاره. اي القصد انه ما لقوا العله لهسه. اولا بل تعرض الى احتلال، من حصار اقتصادي الى احتلال الى ارهاب ضارب، وانت من الناس اكثر من الناس، انت متعرض للارهاب اكثر مني. واضافه الى ذلك عقل جمعي مبني بناء خاطئ. الان انت الفاسد مثلا اللي ياخذ رشوه شو يسموه؟
مو يسموه مجرم، تروح له هو عباله بقرارة نفسه يقول انا مستفيد مرتب اموري، يعني يعطي صبغه ايجابيه او اسم ايجابي لتصرف سلبي. فهذا وصل بينا الحاله بعض صغار الموظفين وكبارهم يرى المنكر معروف فيأمر به. على العموم نرجع انه احنا ايش سوينا؟ انا من استلمت الوزاره كان اكو 30 مجمع نصهن متلكئات. اول 6 اشهر استراتيجيتي كانت انه نقضي على التلكؤ في جميع المشاريع، والحمد لله نجحنا بها، بقت مشروع او مشروعين. الان احنا ورا سنه ونص عندي شغل مفتوح ب 65 مجمع في العراق. 65 مجمع، هسه تقول لي كل واحد حتى لو 1000 65,000 وحده سكنيه كل شيء مسوي. نعم، في ظل هذه الموازنه وفي ظل هذه الرؤيه لمشكله السكن كل شيء ما راح نقدر نسوي الا نحقق عده نقاط، وهذه مو اني لوحدي احققها. يعني يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف. من هم؟ هم ذول تحكي عليهم هسه؟ لا ذولاك هسه مو كلبيه، مرتبين امورهم. يقول لا، يرون مو يامرون بالمنكر، يرون المنكر معروفا. احنا نقول يامرون. لا، مو هو اكو مرات واحد يعرف يعني يعرف المنكر ويأمر به، هذا واحد، واكو واحد لا، هو العقل ماله ما يشتغل صح. استاذ محمد، يعني اللي يرى المنكر ويعمل به اكيد هذا يعني مو هو يراه معروف، هو يدعو اليه، يعني هذا يدعو لا المنكر، يعني مو هو ممكن ان هذا هو يعني يدعو له، هذا هو ممكن ان يرى المنكر معروف، مو يرى المنكر، هو يتوقع انه هذا الشيء اللي يسويه صح. أيوة. يعني هو بداخله اكو، مو قلت لك اكو لا والله العقل عمي والله وداعتك يعرفه حرام ويعرفه خطا وحق، هذا جزء منهم، هذا جزء هذا جزء بس اكو جزء كبير لا يرى المنكر معروف فيأمر به، عباله هو دا يسوي شيء زين بس هو يسوي شيء يلا زين. اخوي يلا توكل على الله. عشان ماخذ الفلوس ورايح بين شو مسوي زين؟ من ابوي مسوي زين هذا؟ هاي تدري ايش قد نعاني من هيك احنا ناس؟ من اصغر موظف الى اكبر موظف، يعني عندنا معاناه. تجي تريد تبني وحدات سكنيه، مستحيل اكو في ظل هذا الظرف موازنه الدوله. ايش قد ما يريدون يعطوني هسه، خلي يضاعفوها 4 مرات موازنه الوزاره، هم ما سد النقص. يجب ان يكون حل متكامل، هذا الحل يبدا من اقرار مشروع الدفع بالاجل. طيب، يبدا من زياده التخصيصات، توفير الاراضي، اراضي ما متوفره بسهوله. يبدا من استخدام واردات النفط. على اساس اللي يستلم قطعه تعطوه 35 مليون للبناء او هيك شيء؟ شنو يعني تعطوه كفاله وهيك 35 مليون، سمعنا هيك موضوع؟ لا انت ظاهر سمعك صاير ثقيل استاذ عماد. لا انا سمعي كلش واضح مو ثقيل، يعني هذا مو سمع، انا دا احكي مو عن هذا مو سمع، هذا قانون، قانون اقر اسمه انه تعطون 35 مليون هسه يبني قطعه، قانون اسمه قانون صندوق الاسكان. طيب، هذا من طريقه، مع احترامي اللي انت يعني من افضل المقدمين البرامج اللي شايفهم فعلا، بس الطريقه انه سمعتها لا، هذا قانون سنه. اعطيني درب، اعطيني درب الحقوق يراد له حلوق، اعطيني درب. يوسف عليك، اقول لك سمعت انا اليوم هيك اكو حكي، انت هذا الحكي صحيح لو مو صحيح؟ لا صحيح، هذا قانون صار لنا سنه. تقول لي هذا قانون؟ اي صار لنا سنه نعارك على موده، والشهر الثاني بدينا، والان هذا قانون وبدينا، ما يراد ما يراد لها 20,000 مقترض لحد الان من الشهر الثاني. ايش قد هسه يقولون على اساس صار 50 مو 35؟ لا 35، يعني بقت على حاله 35. اي بقى 35. هسه كمل يلا براحتك بعد ما حكى. وين انت تجيبني منها توديني على وين؟ على اي موضوع تريد نحكي؟ لا على موضوع القروض المجمعات والسكن. اي فردنا استراتيجيه تبدا من اقرار قانون الدفع بالاجل للمساكن، تخصيص 2 مليار للمساكن الاقتصاديه، هاي من الموازنه، زياده تخصيصات الوزاره، منحنا صلاحيه الاراضي. الان احنا نتوسل بالمحافظين وبالبلديات وبالهذا، بس يعطونا ارض نبني عليها، ما ينطونا. مساله اخرى، يجب انه قانون الاستثمار ان يصير قانون حقيقي يفعل. احنا اللي يقول لك، انا اقولها على الهواء، اللي يقول لك اكو استثمار بالبلد قول له يا كذاب يا ما تفتهم. عجيب. نعم، استثمار حقيقي بالعراق ماكو. اعطيني واحد مستثمر، يمكن مشروع واحد هسه بالنجف يطلق، ممكن ان يطلق عليه مشروع استثماري، شفنا بيوت شغله 1000 2000 بيت. احنا بيئه طارده للاستثمار، احنا المستثمر
يجون. هسه احنا هذا موضوع الاستثمار نجي هذا مو السكن، لا مو من حل هو احنا من حلول مشكله السكن الاستثمار. لا مو الاستثمار غير سكن، احنا نقول يعني هسه القاع عندنا قاع موجوده ومتوفره. شو لا مستغله بالزراعه، لا مستغله بالصناعه، لا مستغله مثل ما قلت السكن. وانت تعاني، انت هسه تعاني من تقول اريد قاع ارد ابني محل. وانا قاعد اشتكي يمكم يم الاعلام يا بطونا ارض يا بلديات. شلون؟ مو مليون. قلنا عندنا القاع حتى باشر نروح نقول له ابوي عندك القاع ليش ما تطل وادم؟ حط الطوايف خل تبني. القاع عند المحافظين، القاع عند امانه بغداد، القاع عند البلديات، القاع عند الماليه. لا هسه المحافظين ضامنين القاع عليه. يعني احنا ناخذ لنا 4-5 شهور يلا بس نلقى لنا قطعه ارض تحول تخصص للسكن. اما اذا طبينا بتغيير جنس والله الزراعه هي يابا هي رايحه صبخه انتهت، الملح واصل للستار بيها. كون نتوسع، كون نطلع خارج مراكز المدن. الان انا حتى المجمعات انا موصف مراكز المدن لا تبنون بالاقضيه. موضوع اخر نقدر نستفاد منه ايضا هو موضوع احنا عندنا عقود نفطيه وفلوس ما عندنا، بس نفط خيرنا جاي. بال 2016 نوصل 6 مليون برميل. اقتصادنا احادي. اقتصادنا احادي يعتمد على النفط بس. كارثيه هي شو اسوي؟ نقدر نفعل هذا الشيء. شلون؟ انت اي عقد نفطي ممكن ان يوقع الان، نقول له للشركه المستثمره ابوي تعالوا انتم ابنوا لنا بهالمنطقه تستثمرون بها 10,000 وحده سكنيه. شوف ايش قد يصير فلوسها. انتم كم نقسمها، كم برميل باليوم تطلعون منها ل 20 سنه عقدكم؟ كذا مليار برميل. نقسم فلوس ال 10,000 وحده سكنيه على البراميل على 20 سنه، هي وفوائدها ما راح تطلع علينا على البرميل 23 الى 27 سنت. انا مسوي بها دراسه. اذا الله هدى الوضع كله وقر هذا الشيء. اذا الله هدى الحكومه. لا مو بس الحكومه، اكو الحكومه واكو مجلس النواب واكو ديوان الرقابه الماليه واكو المستشارين ما ادري منو. ترى احنا والاحزاب احنا ما ندري منو شو اسمه، يعني منو وين يتخذ هاي شيلي لو ضايع راسها. يعني الحكومه مو مطلقه الصلاحيات ابدا. يعني بحجه الديمقراطيه. اقول لك الديمقراطيه عرجاء طبعا. اقول لك امك الله يرحمها قالت مثل هاي لا مال الغمان كله براحه. هذه دائما اقولها هاي من الكواليس. هاي باقي الاسئله. اللي يعني هو شوف احنا جداد في بناء الدوله، بدنا نخلط ما بين بناء الدوله وبناء السلطه. احنا مختلفين. هسه احنا قاعد نبني سلطه ولا نبني دوله؟ يعني احنا في بالنا انه نبني دوله، بس اللي تنبني سلطات مو سلطه واحده. هو سلطات المن ما ادري كل السياسه دخلت على عمل الدوله. هسه سلطات المن قاعد نبني سلطات. شنو قاعد نبني سلطات؟ سلطات المن قاعد تنبني سلطات سياسيه. سلطات سياسيه. يعني احنا الغايه انه بناء دوله، الغايه بناء بلد. بس هذا التخبط قلت لك. يعني الحكومه خلي احكي بصراحه، بس يعني انا مو سياسي الان، انا وزير امثل العراق، واجبي عندي حدود وزاره ابني طرق ومباني واسكان، ما اريد احكي بالسياسه. بس الان اللي يضوج من رئيس الوزراء مثلا يريد يناكف الحكومه كلها. اللي يضوج من رئيس مجلس النواب يجي يحكي على النواب. مو هيك ما تنبني دوله. لا رئيس الوزراء ترى سلطته مطلقه بالبلد، ولا الوزراء سلطتهم مطلقه، مكبلين بمجموعه من الانظمه والقوانين. تريد نعوف نبطل من الانظمه والقوانين نرجع مثل قبل. تريد نمشي على القانون، قوانيننا هواي بها غلط. احنا الان 90% من قوانيننا يا قرارات مجلس قياده الثوره المنحل لعنه الله عليهم اجمعين، يا قرارات بريمر الله لا يوفقه ولعنه الله عليه. فما بين مطرقه بريمر وسندان مجلس قياده الثوره احنا تعال دير بلد، دير دوله. قل لي كم قانون الان تبدل من قوانين النظام السابق؟ قوانين مال الثمانينات كان الاقتصاد العراقي لا هو احادي لا هو اشتراك ما ادري شنو، بكيف الرئيس جرة قلم يكتبوا ويشطبوا. شلون انت تجي تريد تسوي اقتصاد حر ودوله ديمقراطيه بهيج قوانين؟ ما تنهام.
وش المجسرات مو مهمه بقدر الاسكان؟ يا مجسرات نبي نسأل انا اسالك لك المجسرات مهمه بقدر اكو الاسكان؟ جسور واكو مجسرات. اكو مجسرات واكو جسور، مهمه لو مو مهمه؟ اي كلش مهمه. احنا مسؤوليتنا الجسور فقط، هاي مو جاي دوله ما تدري شو القصه. الطرق والجسور مو واحده من تشكيلاتكم؟ اي بس يا طرق الخارجيه والجسور على نهر دجله والفرات فقط. اما المجسرات هذا بالعلاوي والغيره وما ادري وين بنص المحافظات هذا مو يمنا المحافظه. هاي قلت لك بدع تجي الان. انت ما عاجبتك هاي الوضعيه؟ لا طبعا، دوله وعلم وهذا كل وزاره صار كل محافظه دوله وعلم. الان محافظه ذاك اليوم احد المحافظين داز له مهندس على مجمع سكني، مهندس خريج 2010 مع احترامي انا دائما اعين الاوائل والخريجين جدد وانا اريد اجدد، بس مو يروح يعطي توصيه والله هذا الشغل كله مو زين كله غلط ويكتب لي المحافظ اسحبوا العمل هذا المشروع مو زين، هو غير تطلع عليه لجنه تشوف. على العموم الطرق الداخليه والله فلوس للمحافظات تنميه الاقاليم، المجسرات تسويها البلديه. فزين المباني الحكوميه انت يصير اني كوزاره اعمار واسكان افتح مستشفى خاص بي اديره اني؟ يصير اسوي مدرسه يسموها مدرسه؟ كل شيء يصير بهاي الدنيا، ماكو شيء ما يصير. الان اصبحت كل وزاره بالعراق كل شيء يصير، اصبحت كل وزاره هي تبني، حتى قاموا يبنون مجمعات سكنيه للوزارات. ليش انت ما بنيت وزارتك؟ شنو بنيت؟ ما لقيتها مبنيه وزارتك؟ لا شنو يبني؟ ايش قد كلفتك الوزاره كلفتكم؟ يا وزاره الاعمار. انت ما فهمت سؤال الوضع. انا جاي احكي وياك. لا هذا انا اقول لك انا جاي اقول لك هذا اسلوب الكروس كويشن. الوزاره شوي بطل منه. هاي الوزاره لا انا عارفها هسه ما عندي شيء وياك، لا عندك كويشن ولا عندك كويشن، انا جاي نسولف. لا مو انت موضوع لا مو موضوع خله خلصه. لا تخلصه، انا اسالك عن الوزاره. انت مو انت اللي تدير، اقول لك عادي ولو انت المذيع فدوى استاذ عماد. الموضوع اللي قلت لك انه الوزارات مو تبني وزاراتها، تبني مجمعات سكنيه، تبني كل الابنيه الحكوميه لازم تكون في جهه واحده. هسه خلصت غير؟ اي بنايه الوزاره ايش قد كلفت؟ ها السؤال اللي سالته. بنايه الوزاره مالتنا هذه؟ اي والله هي اصلا قبل ما اجي بادين بيها. بعدها ما خلصانه، بعدنا هسه ما خلصانه. اي لا بالاشياء النهائيه تاثيث ما تاثيث ولا هذا. زين تعتقد لو صار فيها على المجمعات السكنيه ايش قد بنت كم مجمع؟ لا هي الوزاره ما تبني لها عمارتين. المجمع السكني يكلفنا ب70 مليار، هاي الوزاره كلها كلفت بحدود 18 مليار. بعدين شنو يعني احنا لازم نبطل ما نبني وزارات، ما نبني. وتعرف وين قاعدين الطرق والجسور مالتنا؟ انت اذا موظف انت مقعده بمزبله تريد ينتج غير تقعده بمكان زين. بعدين هاي الوزاره اللي انت هسه ما عجبتك او تقول فلوسها هواي او هذه اعلى بنايه. انا ما عجبتني. لا اعلى بنايه، ما عجبتني. اعلى بنايه بنيت في العراق بعد سقوط النظام. يعني المعوقات اللي رافقت الوزاره بعملها سواء بالاسكان او بالاعمار، شنو ابرز المعوقات واهمها؟ والله القوانين، تعليمات تنفيذ العقود الحكوميه مثلا، تعليمات جافه، تعليمات ما ترقى الى مستوى المرحله اللي وضعوها مع الاسف يحملون عقليه قديمه، عقليه اشتراكيه. هاي واحده. قله التخصيصات، قله الاراضي. احنا دا نريد نسوي طريق نحير حيرتنا كبيره، تدري وين؟ لا بالفلوس ولا بس شلون نستملك الارض. حتى لو الارض مال دوله يجي واحد من يسمع اكو مشروع يجي واحد يقعد يتجاوز عليها وتعال يا عمي شيء شلون نطلع. زين تعتقد هذا النمو السكاني الكبير بالعراق يعني ما يحتاج الى سكن كثير يتناسب مع هذا النمو؟ هاي الدراسات قلت لك احنا نحتاج بحدود 100,000 وحده سكنيه كل سنه. عجيب. يعني ليش سويت هذا صندوق الاسكان؟ وليش فتحت يعني على مصراعي؟ هذا يعني هسه ما انا اعرف انه انتم عندكم دراسات واعرف، بس يعني هسه بالوقت الحاضر يعني بالواقع هاي المجمعات الموجوده تتناسب ولو بشكل بسيط مع الناس؟ لا طبعا وهاي بدايه حديثنا هو هذا. ابدا ما تتناسب. بس وين العله؟ انا على الاقل سامع يعني مدينه الصدر كل 3 بيت. هو هذا يعني مو سامع، انا شايف وادري، بس وين العله؟ العله انه التخصيصات اللي عندنا ما تكفينا.
يعني انت انا 65 مجمع عندي الان 50,000 وحده سكنيه. هذا كل اللي قدرت اسويه بالتخصيصات اللي عندي، ومعارك وتمرضت وماكو مرض ما صار بي، ومعارك طيب. وبهوسه وبعركه وبضغط نفسي، يلا طلعنا هالنتيجه. بس هاي تدري شو تمثل؟ ما تمثل 1% من حاجتنا. ليش ما تلجأ للاقتراض؟ من وين؟ يعني من البنوك الدوليه. البنك الدولي صار لي يركض ورا على شو اسمه، على بس نسوي الخط السريع، صار لي سنه ونص ويوميا واحد طالع لنا ها ليش بس للطرق بس لهذا. اما الاقتراض الدفع بالاجل مو اقتراض هو هذا؟ ما اقر القانون. يا ريت من شاشتكم ندعو الاخوه النواب يساعدونا ويقرونا. بس عندك مراره الظاهر. ها؟ عندك مراره. بس مراره كلها المراره والكبد كلها بس يساعدونا انه للسكن يكون يعطون مجال. ترى مشكلتنا الرئيسيه بالبلد الان السكن، يعني بعد الكهرباء السكن. تعتقد ذولا لا الكهرباء ملف ما مثله ملف، هذا الكهرباء كارثي. بس ذول المعترضين ايش تعتقد يعني؟ يأذون العراقيين، يفوتون فرصه على بناء العراق، شو ليش؟ والله لو اعرف اقول، والله ما ادري. عجيب. بس يعني هسه الاجواء زينه يعني مجلس بس معالي الوزير، انت وزير بالدوله العراقيه، المفروض يعني مشخص الخلل. انت مشخص الخلل يفترض بك. وين يعني؟ يعني الخلل انه ناس تستهدفك، اكو ناس تريد البلد ما يتطور، اكو ناس ما تريدك تنجح انت بالذات. والله كلهم هذول موجودين. ما تريد الناس تقعد حتى يظل الوضع قلق. كلهم موجودين. بس انا مو اقول الساده النواب، لانه انا من احكي ويا الساده النواب القى تعاون والقى يعني رحابه صدر. بس انا اقول لك اكو ناس، اكو اجندات خارجيه ما تريد البلد ينمو. اي نعم اكو اجندات خارجيه. واكو ادواتها عراقيه. اكو من اتباع النظام السابق ما يريدون البلد يمشي. اي نعم. اكو بلدان تريد تنطي فلوس حتى مشاريع توقف، تدفع للمقاولين غرامات تاخيريه مالتهم حتى. اي اكو جهات سياسيه ما تريد ان وزاره الاعمار والاسكان تنجح، مو كرها بس محمد الدراجي، والله هذا من فلان جهه حتى ما يقولون اشتغلوا. والله اكو تنهيت عقليات. شلون تقول لي لا شلون تقول لي ما اعرف العله؟ شلون تقول لي ما اعرف العله؟ العله اللي حكيتها انت غير هاي؟ بس قول لي ما اعرف الحل، ما نعرف الحل شلون؟ يعني هذه عله سياسيه، بس ايضا اكو عله اداريه بالبلد، هذه اللي بدنا نبحث عنها. اكو عله في اداره الدوله من خلال بعض القوانين القديمه، من خلال قلت لك يعني هو التناحر السياسي ياثر. بس انا احاول ابعده عني، يعني ما ابدا ما اتعامل بصيغه رد الفعل مع التناحرات السياسيه. شلون تبعده؟ شلون تبعده عنك هذا؟ يعني انا حتى لو المقابل يتعامل بصيغه، انا الله شاهد ما اتعامل بهاي الصيغه. لا في مع موظفيني ولا مع المحافظات ولا مع زملائي في مجلس الوزراء. انا اتعامل وزير عراقي يتعامل بمهنيه لبناء بلد، لبناء دوله. زين هاي الناس الفقراء شلون يعني ذولا؟ حتى النتيجه وياهم شلون يعني؟ يعني انتم هسه قررتوا بيوت واطئه الكلفه وبعدين لغت، ليش؟ مو انا لغيت، انت تسالني السؤال، هو انا ابو المقترح. انا قلت لك انت استاذ محمد؟ اي روح هذا. لا انا قلت لك انت. اي انت. انا قلت لك ليش لغيتوها؟ انا ما قلت لك انت. لا لغيتوها ياهو، يعني انت والحكومه والبرلمان. احنا لغيناها. وانت لا هسه ما قلنا. انا ما قلت انت. ولا احنا بالحكومه، احنا انا من طريق الحكومه. اي بعد وين؟ هو انا وديتها للحكومه ولا الحكومه وديتها لمجلس النواب؟ ايه نايمه بمجلس النواب. ياها اللي لغاها. شلون؟ ياها اللي لغاها. هي ما ملغات يعني. يا العطلها عمي ما ملغات، يا العطلها مجلس النواب. يعني هو السبب تعطيلها. يعني بيني وبين الله احنا بالحكومه نريد نبني دفع بالاجل، غير تقصد مال المساكن الاقتصاديه، مشروع السكن الاقتصادي. يعني الفقره اللي كانت بالموازنه. اقول لك مجلس النواب لا يخليك تبني بيوت واطئه الكلفه، ولا يخليك تقترض، ولا يعطيك قاع. شو يريد مجلس النواب؟ ما تقول لي شو يريد؟ هو ما يخليني، هو ما يصدر القوانين اللازمه اللي يخليني. هي نفس الشيء. هي نفسها. ما بس هي نفسها لو مو نفسها. هذا سؤال توجه لمجلس النواب. ها؟ توجه لمجلس النواب.
تقول لهم عمي وين هذا الناس. انت الوزير وخاطبهم، انا وزير وخاطبهم. لو انت الوزير وتخاطبهم تقول لهم عمي يا اسامه النجيفي يا جماعه يا كتل انا لا عندي قاع، لا عندي فلوس، لا عندي غير تخاطبهم. خاطبتهم. ايش قالوا لك من خاطبتهم؟ شلون؟ والله ياهل اقول له يقول لي هي والله حقك وان شاء الله خير، وهذه بس يجي القانون نمشي، بس هم ما مشوا بالموازنه، قالوا نمشي واعتقد هسه اكو. انت كان جاوبتهم قول لهم عمي شقل للشعب، اقول لهم رئيس المجلس قال لي حقك، هاي حقك وين ابيعها وين اصرفها؟ الان اعتقد هم يشتغلون عليه، يعني يريدون يفصلون القانون انه ما يكون. الدوله خلصت انتهت. شلون؟ لا بعد بيها سنه ونص. ايش بيها بعد؟ بيها سنه ونص. بيها سنه ونص. عندكم 42 نائب بالبرلمان، المفروض يوقفون وقفه واحده، 40 نائب بالبرلمان يوقفون وقفه واحده يدافعون عن مشروعك عن اشيائك. ونوابكم نواب اشداء يعني مو نواب عاديين. ايش تقصد يعني 42 نوابنا منو؟ 40 الصدريين؟ لا انا هسه انت تريد تجاي بالتيار الصدري، هذه انا وزير عن التيار الصدري، هم تيار موجود بالشارع موجود بالبرلمان، بس انا من نتعامل، انا من راح ابني مساكن بس للتيار الصدري هي لو لكل العراقيين. الان المجمعات السكنيه شنو مكتوب عليها طمغه انه لازم الصدري كل العراق. احنا وزراء، احنا كجهه سياسيه مبلغين سياسيا، وحتى شخصياتنا كوزراء ومبلغين تبليغ رسمي من قبل اعلى سلطه بالتيار الصدري. خوش. انتم وزراء للعراق. خوش. فكل شريف لازم يوقف مع بناء مساكن للعراق، انت جاي مو فقط التيار الصدري. انت جايب برنامج صح لو غلط؟ نعم. لو انا غلطان؟ لا صح. انا اخو ما غلطان؟ لا الحمد لله. انت جايب برنامج للوزاره. نعم. اذا ما تنفذ هذا البرنامج انت ما راح تصاب باحباط؟ اكيد. ما تصاب خيبه امل؟ اكيد. اعتقد انه مو بس نواب التيار الصدري يساندوني، حتى نواب من غير جهات ايضا يساندوني. التيار الصدري واقف وقفه قويه في هذا المجال، ومو بس وياي، والله ويا اي وزير حتى لو مو من التيار الصدري. عن اذنك نروح فاصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود، كونوا مع سحور سياسي. مرحبا بكم من جديد في سحور سياسي. يعني بناء وحده سكنيه ايش قد يكلف عليك؟ شلون؟ بناء وحده سكنيه ايش قد يكلف عليك؟ اقول لك هذا سؤالك كانه تسال المقاول مو وزير. لا الوزير طبعا يعرف المقاول. بعد الوزير ما يعرف؟ اي يعرف. شلون؟ المجمع السكني. اي المجمع السكني. هي الوحده السكنيه يعني مجمع. لا الوحده السكنيه معناها بيت او شقه. لا الوحده السكنيه يعني مقصود مجمع. يلا شغلك هذا ما علمك، يلا عمي ما علمك. الوحده السكنيه انت اذا تعرف شغلك تدير تسال المقاول. لا انا قلت لك اسال المقاول، قلت لك هذا سؤال شنو قد تكلفك الوحده السكنيه؟ المجمع السكني عاده احنا من نبني هو والانفراستراكشر، يعني البنيه التحتيه، المي ومجاري وكهرباء وبمدارس وبمساجد وبمستشفى داخله، فهذه كلها يعني خدمات متكامله. خدمات متكامله، سوي مجمع متكامل ما يقل عن 600 وحده سكنيه. فالمجمع اللي يحوي على 600 وحده سكنيه مع البنيه التحتيه مالتها، مع المدارس اللي وياه، مع المساجد، مع المول التجاري، مع المسجد، مع البنايات الاداريه، كمعدل تختلف من منطقه الى منطقه وتختلف على المناقصه، بس كمعدل بين 60 الى 65 مليار حاليا مكلف المجمع. كم شركه عامله الان بالوزاره؟ شركات الشركات العامه لو الشركات؟ لا الشركات الخاصه الان. الخاصه والله ما احنا عندنا بال 800 مشروع الان، في يعني خليط شركات عامه وخاصه وهذا. شركات الوزاره ايش قد؟ عندنا 9 شركات الوزاره. يعني الناس استبشرت خير بقدومك وقلت ما اعطي مقاوله الا وفق المعايير. اي نعم. شنو ايش تبدل؟ شحده ما بدا. شنو شحده ما بدا؟ اعطيني مقاوله محيوله بالوزاره الاعمار والاسكان اذا مو وفق المعايير ومعايير جديده، مو ياهل يجي شو اسمه شايط ومعيط صاير مقاول يجي ياخذ بوزاره الاعمار والاسكان الان، يروح يسال. تقدم كل الشركات بمرحلتين، اول مرحله تصير تصفيه كامله يصعدون بس 6 شركات مؤهله هم يتنافسون على كل مشروع. يعني التاهيل المسبق يسموه نظام التاهيل المسبق والسكورينج سيستم، نظام النقاط. فروح هسه اذا اكو اي لغط او اي شيء جيب لي اياه، اي واحد يعترض احنا ندرس اعتراضه، اللي كم واحد راح يكون هذول ماكو اللي كانوا متعلمين على ايام قبل انضربت مصالحهم راحوا للقضاء والقضاء رد قضاياهم،
فلا حدا ولا بدا. الان احنا مجمعاتنا خصوصا اللي انحالت جديد بالسنه ونص الاخيره كلها ماشيه حسب الجدول، ما بيها تاخير وما بيها اي فساد. شنو دور شركاتكم تسعى بهذا العمل؟ هذه مشكله اخرى، يا ريت ان يكون لهم دور. شركاتنا تتنافس حالها حال اي شركه قطاع خاص، ما لها اي افضليه. فاخذت بعض المشاريع بس اخذتها بالتنافس، يعني ما ادري تقبلون انتم يجي شركه عامه تابعه لوزاره الاعمار والاسكان على مشروع تابع للوزاره تتنافس ويا القطاع الخاص، يا تغلبها يا يغلبها القطاع الخاص، يا تغلب القطاع يا الخاص او القطاع الخاص يغلبها. كل مناقصه وضعيتهم شكل. فقبل كانت الشركات هذه بالتكليف، روح فلان جسر انضرب نريد بيوت روح سويها، هاي فلوس روح اشتغل. يعني شركات ربحيه، يعني شركات الوزاره الان هي اصبحت ربحيه وما لها اي افضليه، ما لها اي افضليه، واكو من يحاربها. مستوى ادائها مقنع؟ تحسن كثير الان، تحسن كثير الان. والان نشوف ما سوينا بها بعض التحسينات اللي نقدر لها، خصصناها باختصاصات معينه، اكو للبناء، اكو للبنيه التحتيه، اكو للجسور، اكو للطرق. خلينا كل شركه لها اختصاص واحد تشتغل به. انت تنتظر الاستثمار دائما؟ نعم. ليش؟ ماكو حل بالعراق غير انه يدخل الاستثمار. الاستثمار الاجنبي؟ هو الاستثمار ماكو شيء اسمه استثمار اجنبي ومحلي، هو استثمار سواء سواء عماد العبادي العراقي او سواء ما ادري منو الالماني، هو نفس الاستثمار. استاذ يعني الاستثمار الاجنبي يختلف، كفاءته تختلف، يدخل امواله، يدخل على الاقل يجيب اموال يدخل البلد، يجيب دولار. شلون الاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي؟ طبعا المحلي يختلف عن الاجنبي. شلون يعني؟ 100%. شلون يعني؟ يدخلوا يا دولار يا اخي على الاقل. يا هو المستثمر الاجنبي. ليش والمحلي ما راح يدخل دولار؟ لا مو يدخل، هو الدولار باقي نفسه بالبلد، بس هذا راح يضيف شيء جديد، اموال جديده. هو يا انت اصلا فكره الاستثمار هي بالبلد كلها ما واضحه. لذلك انت اعلامي وهذا الصوره عندك مختلفه. الان كدوله انا اولا الصوره ما مختلفه عندي، يعني حتى تكون بالصوره انت. لا انت مو صاحب اختصاص استاذ عماد. هسه انا لا ما مختلف، انا ما عندي مشكله. جيب مختص وخلي شو اسمه. انا كوزير انا خطوط عامه، خطوط عامه. انا كوزير انت ليش متحامل علي؟ شو انت متحامل علي ليش؟ لا والله لا والله انت متحامل علي. والله انا جاي اناقشك بمواضيع خطوط عامه تعرفها زين. على ما شو اسوي؟ نرجع للمستثمر. يلا عمي يلا المستثمر. انا كوزير يعني المستثمر بكردستان الان اي نعم، بس خلي اعطيك مجال. بين القريه الايطاليه ولا القريه الانجليزيه ولا بفلوسه، وباحه للمواطن بالتقسيط. منو هذا المستثمر؟ خارجي ولا محلي؟ لا خارجي طبعا. طبعا خارجي. لا مو خارجي، ترى اكو هواي كراد هم مستثمرين. شوف اصل الموضوع انا كوزير، يعني احكي لك على التنين، انا احكي لك كوزير ذولا مستثمرين اتراك، ذولا اعطيني درب. ذولا مستثمرين اتراك. اكو فرق بين اللي يجي بمقاول تركي ويجي، يعني انت تريد تقول لي انه الشركات التركيه هي دخلت فلوس من تركيا؟ هم مش عندهم فلوس الاتراك اجوا اشتغلوا مقاولين عند مستثمرين محليين. انا كوزير المستثمر ما يهمني. يعني؟ لا متاكد، مو اعتقد، متاكد. اي نعم. اكو بعض المستثمرين اجوا من برا، هم عراقيين وجابوا فلوس من برا واجوا. انا كوزير ما يهمني المستثمر شنو جنسيته ومنين جاب الفلوس. انا خلي المصارف مالتنا تستثمر، انا هم اكيف. المساله مو مساله فقط ادخل دولار، انا مو ابي عازه الى دولار يدخل لي، انا يوميا يدخل لي فلوس 3 ملايين برميل نفط احسبها. انا ما عندي مشكله انه دولار يدخل لي، انا اريد مستثمر يبني يساعدني. فكوزير ما يهمني المستثمر، ما عندي فرق بين المستثمر المحلي والاجنبي. ما عندك فلوس انت، بيش تستثمر؟ انت ما عندك فلوس. زين اسالك سؤال، يعني المنتج المحلي مثل المنتج الاجنبي، يعني نفس الشيء، نفس الكفاءه، نفس هذا برايك؟ لا طبعا. شفت لا انت قلت متحامل عليه يا اخوي. لا لا تاخذني بالصوت. لا انا مصر على كلامي. المستثمر هو صاحب راس مال. المنتج الاجنبي اسمع، عماد العبادي مثلا مستثمر عراقي عنده فلوس، راح جاب شركه تركيه لو المانيه بنت له، هذا ما يسموه استثمار انه اتراك او المان، هذا المنتج اجنبي، بس المستثمر صاحب راس المال عراقي. اخوي خلينا نفضل. ولعلمك ماكو مستثمر اجنبي جازف ويدخل بالعراق.
انا مع الاجنبي، مع الالماني، مع الهندي ان يستثمر بالعراق. مع اي مستثمر اجنبي. يا ريت اشيل الوسطاء، ما اريد الوسطاء. ما يجون تدري ليش؟ بيئتنا الاستثماريه يجيك مستثمر انت تحول له من يريد ياخذ فلوسه تحول له بس 10,000. هيك يناقشني، هيك يقول لي حتى الناس هم صرعتها الصوره واضحه. اي شلون؟ يا بعد روحي يا بعد عيني يا اخوي، هيك يحاكيني. شفت منك تريد. هسه المستثمر ما يريد يجي الاجنبي؟ طبعا الاجنبي ما يدخل. شلون نغريه حتى يجي؟ ها؟ شلون نقدم له فد اغراءات؟ تغير قانون الاستثمار. يعني العله وين؟ اولا قانون الاستثمار. يعني قانون الاستثمار هذا مو صالح الحالي؟ لا. والشغله الثانيه العقليه الاستثماريه بالبلد. شوف اقول لك المستثمر بغير بلدان يدللوه دلال ما صاير، يعني شو يريد يسوي له؟ بس تعال استثمر. احنا هنا من الفيزا يستلموا الجماعه. الفيزا بالقوه يحصلها. وبالدرب الله العالم. ما يعني ماكو واحد. يعني تعتقد البارح حتى ممثل المرجعيه قال هاي القوانين مقصوده لتعطيل البلد؟ طبعا والله اكو من في داخل العراق يعمل ضد العراق. الله اكبر. والله داخل العراق يعملون ضد العراق؟ ايوه جزء اصحاب قرار يعني. عشان انا اقوم بعد استاذ مفصل. الله محمد وعلي ياكل من السحر. والله اقوم لو تقول لي عليهم هسه، والله لو تقول لي عليهم هسه لو اقوم. سحورك يمني وين قاعد؟ ايه انت لو تقول لي عليهم لو اقوم. مو هسه انهي البرنامج والله مشاهدينا الكرام، والله انهي البرنامج لو تقول لي اياهم ذولا. انا اقول لك اياهم. اي قول لي. هناك مجموعه من ما يطلع تحكي لي بالعموميات. انت شلون اقول لك اسماء؟ اي بروح ابوك يحكي لي اسماء. والله ما احكي لك اسماء هسه لو مو تقوم لو تعزل البغداديه. لا لانه هذا يصير نشر غسيل مو صحيح. اي حرك العالم علينا خليه يعزلونا، ترى يردوا لهم حجه علينا. ها؟ اي نعم. إيه. غير نيتكم. اي هناك شو مسوين عم عقليات. هناك عقليات قد تكون مقصوده او قد تكون عقليتهم شكل غير مقصوده. هي ماخذ قالب مال 30 سنه. هذول باعثين شنو؟ قد يكونوا باعثين. هذه هم شماعه. هو 30 سنه باعثين ما يراد لها نقاش. معناه هاي عمر وتعدى 30 لا يا فلان على قولة مظفر النواب. على العموم هذه العقليات عقليات معطله في البلد. هسه انا هل هم مقصوده ام غير مقصوده هذا بحث اخر. كون نعزلهم نفرزنهم واحد واحد. اقول لك حكي كله عموميات اليوم، انت شنو مقصود وغير؟ هسه تقول لي ان هذا مقصود لا ما مقصود، هسه فهمنا يا استاذ الله يخليك. مقصود اكو مجموعه مقصوده عاشت واكو مجموعه هي ما تعرف هي هاي عقليه. خلي الما مقصوده خلي يولوا الما مقصوده، ما اريدهم اتركهم، احكي لنا بالمقصود، ليش هيك يسوون بينا؟ ما يريدون التجربه تنجح. عجيب. نعم. اكو بلدان بالمنطقه زين احنا نريد ننجحها غصبا على شواربهم، شلون؟ هاي ونسوي العراق الديمقراطي الحديث والتجربه هاي لازم تنجح. قاعدين نعارك والله عليها. قاعدين نعارك، بعد هاي كل ما طلع لي شو اسمه هاي 3 محاولات اغتيال علي من هاي الاغتيال الفعلي، اما الاغتيال المعنوي حدث ولا حرج. قاعدين نحارب. الله وياك ان شاء الله. الله وياك. ان الله يدافع عن الذين امنوا. الحمد لله. قاعدين نقاتلهم صياح ونلام مرات وننتقد مرات. احنا لا ما عندنا خيار، لازم تنجح تجربتنا هاي. بصراحه يعني للموت. هاي تجربه العراق الجديد لازم تنجح. ما لنا خيار. بس انت منو اعدائنا؟ اعدائنا البعثيين واذنابهم. اعدائنا بعض الدول اللي ما يروقوا لها التجربه الجديده بالعراق. اعدائنا من بعض التكفيريين الذين يختلفون بالمعتقد. يعني اعدائنا الفاسدين. رايك هواي اعداء. رايك بمشروع بسمايه؟ مشروع بسمايه اتمنى له النجاح ان شاء الله. ان شاء الله. يعني شنو قواعد النجاح لهذا المشروع؟ يعني الناس سووا اللي عليهم. هو ما تقدر تقول عليه مشروع استثماري 100%. هو مشروع دخلت به الدولة، دعمته الدولة، دعمته الحكومة بشكل لغرض بناء 100,000 وحدة سكنية بشروط دفع معينة. يعني الاستثمار الشركة مو استثمار طويل الأبد. إذا تقول لي مشروع استثماري أقول لك لا مو مشروع استثماري. زين بس أنا هسه من بسماية إلى حج فلان الرجال اللي اجى أخذ قرض مني 35 دا يبني له مشتمل. من هذا إلى هذا كلهم أشجعهم لازم أني. أي واحد يبني وحدة سكنية شلون مكان؟ أي واحد يبني يزيد وحدة سكنية معناها
النقص عندي وحده بالعجز اللي موجود بالسكن بالعراق. فاني اي مشروع 10/10 معسكر الرشيد مطار المثنى المشاريع هذا يا اقبل راسكم يلا ابنوا. انا مو صح انا مسؤول على السكن، انا موافق لكم على اي شيء بس ابنوا. مرحبا بكم من جديد في سحور سياسي. يعني اذا الاستاذ صابر العيساوي يمنحك اراضي بها متجاوزين مو يضحك عليه من يعني سيجوز يدري او ما يدري الله العالم. جوز ما يدري يعني بالنتيجه شوف احنا او انا اكو في شيء بشخصيتي طبع انا ادور على عنب ما ادور على كتله الناطور. محافظ امين بغداد بلديات ماليه انطيني ارض ابني. ما يهمني انه هو شي يريد او لا سامح الله الوم فلان او انتقد علان. هذا مو طبيعتي. انا اريد العنب ما اريد كتله الناطور. اعطيني ارض. انا المفروض 24% من الموازنه مال الاسكان تنصرف في بغداد حسب الدستور. اراضي مشكله اراضي في بغداد. انطينا ارض حولها باسم الهيئه العامه للاسكان مشروع سكني ومعتب اذا خلال 3 اشهر ما نعلن المشروع وبدا. زين شلون بالله اذا ماكو قاع شلون شنو الحل؟ نبني بالهواء. اعتمد سياسه فلش وابني. فلش وين؟ يعني هاي المناطق التعبانه الدور القديمه ممكن اخي هي المشكله مو ماكو ارض. هي المشكله انه شلون تسلم لي الارض. طبعا ارض موجوده. اخويا معالي الوزير هذا شارع الشيخ عمر ضال هاي مناطق الكفاح بيدي وما كلها جددها. هاي ابو نواس هاي المصايب يا اخويا فلش وابني. باشا نجيب لنا شفرات ونبني نفلش ونبني. هاي زمن قبل من سوى سوق حماده تصير هسه ماكو. هسه غير دخل اطلع لي شفر وافلش وابني سميت هذا غير خدمه الناس غير تسوي لهم سكن تسوي لهم سكن لايق جميل يقعدون به. والله حاضر هم ما يرضون بالخدمه اي بس مو صلاحيتي انه انا افلش وابني. هو انا ارض فارغه مو صلاحيتي اخذها اضع عليها اليد انه بجي افلش. صلاحيه من استاذ داخل بغداد صلاحيه امانه بغداد. بالاطراف صلاحيه محافظه بغداد. خوش. خارج الاطراف صلاحيه اما وزاره البلديات اما وزاره الماليه. خوش. بالمحافظات صلاحيه المحافظ. خوش محافظ لو امين بغداد. انا مو قلت لك هاي بالمحافظات صلاحيه المحافظ. داخل بغداد اذا ضمن حدود الامانه صلاحيه الامين. خارج حدود الامانه اطراف بغداد صلاحيه المحافظ. فانتوا هاي البغداديه انتوا تريدون تصالحون الدوله وهذا وعندكم طلايب. احنا ما عندنا شويه دوله ابد ما عندنا كل طلايب. يلا واحنا الوادم متصالحين ولا عندنا كل شيء. لا تسوي سالفه استاذ. احنا نبحث عن مصلحه المجتمع ونقول هذا الخلل وهذا رحمه على والديك وهذا ما يصير. هذا من ضمن مصالح المجتمع اللي يدورون عليها. ساعدونا احنا ساعدوا وزارتنا. جيبوا لنا ارض سووا مبادره يروحوا على المسؤولين. هذا ادعوا انه اعطوا ارض لوزاره الاسكان في بغداد حتى امين بغداد عمي امين بغداد رحم الله والديك ابو حيدر اخوي اعطي الوزير قاع خليه يبني رحم الله والديك ابو حيدر. ترى عندنا وادم قاعده بالضيم ان شاء الله ان شاء الله ما يقصر ان شاء الله ما يقصر ان شاء الله ما يقصر. يعني قل لي على الفساد بوزارتك اكو فساد؟ ماكو شيء بالوزاره بالعراق ما بيها فساد. لا بوزارتك طبعا وزاره العراق وين اهم الفساد بيا مفصل؟ شوف اكد لك الفساد في المفاصل الصغيره مو بالكبيره. وشوف نسب الفساد عن قبل عن هسه. اخر تقرير لمؤسسه الشفافيه والنزاهه يعني هي للنزاهه هيئه النزاهه انه اقل فساد موجود عندنا في الوزاره هو وزاره الاعمال والاسكان. اولا نظام الاحالات غيرناه فماكو بعد فساد. عندنا فساد بالمفاصل اليوميه مثلا مقاول يشتغل المهندس المقيم اكو بعض ضعاف النفوس بيهم ما يمشي له السلفه يسلفته ما بيشي ما يمشيها الا يورق. عجيب. اي نحاول مثلا خلينا سقف زمني. اكو علاجات وقائيه وعلاجات فوريه. العلاجات الوقائيه مثلا خلينا سقف زمني انه السلفه خلال 21 يوم كنت تنصرف. امر الغيار خلال
اسبوعين يكون واصل الى الهيئه العامه. اكو علاجات فوريه، انه اذا كشفنا حاله راسا حيله نزاهه نتخذ اجراءات النقله، ووضعنا معايير للمهندس المقيم او المهندس المشرف ايش لازم يصير. يعني صدرت أو قرار كل مهندس مقيم لازم يكون داخل دوره خارج البلد يفاد، ولازم احنا نشتري له سياره حتى ما يظل يباوع على المقاول. حاولت الله شاهد، وهسه هم احاول والاخوه في البرلمان والحكومه، وحاولت 4 مرات مجلس الوزراء انه نخلي حوافز للمهندسين. هذا مهندس واقف بطريق سماوه ناصريه بالجزيره الساعه 3 الظهر بالصيف. ذكرتني بطريق الناصريه والله العظيم همزيه. ايش بيه ما بيش؟ انقلبت على طريق الناصريه، وهاي تعال شوفي، هاي اطلعها لك، بروح ابوك اطلعي لي لك. لا ما تعرف السوق مو مشكله. لا ما اعرف السوق، لا ابوي واحد يسوق يمي مو انا اسوق. وانقلبت هاي من الديوانيه للبطحه. انت هسه المفروض تاخذ عطوه صراحه مع الوزير، تاخذ عطوه مني انا مكسور. ايدي تعوقت. شو وقت انقلبت؟ هاي قبل شهرين بالقران، وهاي بلاتين بيها وخذوها من رجلي حطوها هنا. هاي قبل شهرين سماوه ناصريه، لا سالت لا قلت لا وديت عمامك، لا شو القضيه؟ اقول لك وانا انقلبت ليش؟ ادري اذا كل من ينقلب بطل. طرق السماوه ناصريه دا يمشي الطريق السريع مال، بس تحكي عليه وانا اطلبك خادم عمي. لا استغفر الله، خل تخلص البرنامج استغفر الله فصال اطلبك فصل يلا اخوي. فالمهندس اللي واقف بهذا الطريق بالحر، هل معقول ياخذ راتب مثل ما واحد او وحده قاعده على التبريد؟ هسه هم يشتكون المهندسين يقول رواتبنا قليله. صحيح. هسه خبرونا يقول اقل الوزارات يعني. صحيح والله العظيم صحيح. 4 مرات انا مصدرها، ولا تقول لي منو، وقاعد حتى السيد رئيس الوزراء اقتنع، قال والله عمي حقهم، وبعض الوزراء اقتنعوا. قام احد المستشارين قال هذا يصير هدر باموال الدوله، هاي يصير هدر على الرواتب، يصير هدر مال المهندسين. ما ردت لهم زياده رواتب، ردنا لهم حوافز للمهندس المقيم اللي قاعد بالموقع، لازم يختلف راتبه عن اللي قاعد بالدائره. هم ده يصير. يعني منو قاعد يعيق توجهك نحو القضاء على الفساد بالوزاره؟ الفاسدين نفسهم. ياهم الفاسدين، هم صغار الفاسدين. اما والله يعني امانه اكو تعاون من قياده الوزاره معي في هذا الامر. عرفوا طبيعتي وانا بادئ بنفسي، فهم بدأوا يقتدون الناس. شوفوا الرأس من يبدأ يكون واضح وشفاف، القيادة اللي وياه المفروض أكيد يعني راح تبدي تمشي على نفس المنوال. هذه قلت لك طراطيش من هنا ومن هنا يقومون يسوون، بس ماشيه بالطريقه صحيح. ما نقضي على الفساد 100%، ماكو، ترى ماكو بلد بالعالم ما الفساد فيه صفر، بس دا نقلله باقل شيء ممكن. انا ما اقدر ادي 850 مشروع، ما اقدر اخلي على كل مشروع حارس. ما ترهم. يعني هذا الطريق اللي يربطنا باربيل، هذا طريق موت صاير وخطر خالص. عظيم غير ذي قاعدين يشتغلون به، يعني نص يا اخي شنو فدك باقي وصاير لك عبالك. يا اخي لا تبخس الناس اشياءهم. انت عمي ما باخس هذا اسمع، اعطينا درب. كل واحد قال لا تبخس الناس اشياءهم. اسمع، هذا قبله كان واقف وانت عطوه ما ماخذ. صار قلت لك هاي واحد. الطريق هذا كان واقف متوقف، جينا حركناه، وطريق يراد له وقت. يعني الان الشغل به جيد جدا الله شاهد، وغير يخلص. وشوف شوف احنا وزارتنا وزاره استراتيجيه، هي مو وزاره تعطيكم طحين تعطيكم حصه كل شهر. هذه ورد 3 سنين للوراي احنا نبني، راح الطرق هاي كلها تبين وتنفتح، الخط السريع يخلص، المجمعات السكنيه تخلص. احنا الوزاره مالتنا باقي لها سنه ونص، المشاريع كلها تخلص. يعني راد لها وقت، اللي يخلص ويدنا نخلصه، اللي ياخذ وقت. انت هسه اذا تريد تبني لك مشتمل، اهم مشتمل البيتونه مالتك تريد تبني لك غرفتين فوق السطح، ايش قد تطول؟ انا بكبر الوزاره شلون؟ ارفع عليك استاذ محمد. اي لا في الدقيقه حجم لا انت مو كبر الوزاره، بس حجم المساله نسبيه. انت تبني لك غرفتين، انا ابني لي 2,000,000 وحده سكنيه. لا طبعا نسبه وتناسب. نسبه وتناسب. وزاره لا كم عامل وكم مهندس وكم موظف، شو القضيه؟ يلا خلصتهن مالتك. ها ايه
اي قارنك ليش؟ انت مواطن تبني لك غرفتين، انا وزاره ابني لي مليونين وحده سكنيه وكل الطرق. تبني الوادم، تبني المهندسين، هي الوزاره والمقاولين والشركات، يعني شنو هي كن فيكون والعطاءات. كن فيكون. انت بالعكس انت احسن مني، انت ما عندك لا عطاءات ولا انا 4 اشهر تاخذ لي بس بالاحاله، انت خابرت لك مقاول يجي سوى لك اياه. اكو شغلات الوقت بيها يحكم حاكم. تبني اساس، تصعد حائط، تبني سقف، تبيض بالطريق، تبني تقشط، تسوي الترابيه، السبيس، التبليط، التخطيط، هذه وقت يحكم بيها. فاحنا هذا طريق السماوه الناصريه، سماوه السريع من الديوانيه للبطحه. اي هذا السريع، هذا السريع مو من قلبت بي قلبانه تاريخيه. اي شو ما حكيتوا من صار من 2004 لل 2011 نايم، والله سحبت العمل وملامه واجتني واسطات ما انزل الله بها من سلطان، من هاي الشركه التركيه سحبت منها العمل، واصريت انه وزارتنا تنفذ، وهسه نروح شوف التنفيذ خلال السنه القادمه ان شاء الله يكتمل الخط السريع، بعد لا انت ولا غيرك ينقلب الا الماء. لا بعد ماكو. زين مشروع الاقضيه والنواحي 5000 وحده سكنيه، هذا اللي يحيل على طلعت مقاول اسمه طلعت، وهاي طلاوه، وبعدين اعطيتوها الشركات، وبعدين مقاولين ثانويين، وبعدين الايرانيه شركه ايرانيه وتلكأ العمل بها. اولا احنا دخلنا حل مو جزء من المشكله. كانت الامانه العامه لمجلس الوزراء ووزاره الدوله هي مسؤوله عن هذا الموضوع، ووقعوا مشكله ويا طلعت. حتى الامانه العامه لمجلس الوزراء. اي نعم. هم رب العمل كانوا، وهي هاي يعني امانه عامه. لو وزاره الدوله شنو تعطيها تبني 5000 وحده سكنيه؟ ما يصير، لو مطيها وزاره العماره كان افضل كان. المهم وصلت حد انه انتهى الموضوع، ما لها حل. احنا اجينا عندنا التصاميم، سوينا مناقصه وحيلت الان الى شركه اعتقد في طور بين التنفيذ. اجت الشركه تستلم، طلعوا الديانه مال طلعت. حاولنا انه نساوي الامور ايضا في مجلس الوزراء، فشل قرارنا قانونيا. بعض القانونيين قالوا لا ما يصير. المهم الان بالتعاون مع الساده المحافظين تيت قوات، يعني رايحين ترى الشركه مطلعين وياها ناسنا، ومطلعين وياها مثل العراضه، حتى مطلعين وياها مسلحات حتى نبدا بالمشروع من جده وجديد. احنا هذا جزء من الحل مو جزء من المشكله. ان شاء الله اذا تباشر يعني ما لكم علاقه بموضوع طلعت وهذا؟ ابدا لا، ما لنا علاقه. شريحه المهجرين شلون تعاملتوا وياها؟ شريحه المهجرين احنا 25% من مجمعاتنا ننطيها من الشقق، ننطيها للمهجرين عن طريق وزاره الهجره والمهجرين. اضافه الى ذلك انه نبني للمهجرين من مخصصاتهم، يعني نساعدهم في بناء وحدات سكنيه. و25% من يعني ربع ما نبني ننطيه للمهجرين. يعني شلون تشوفون العراق بعد 10 سنوات 9 سنوات ونص؟ شلون وضع العراق الان؟ بصراحه يعني صراحتك المعهوده احنا نعول عليها. من اي ناحيه؟ يقول لك من كل النواحي. شو القضيه؟ من اي ناحيه؟ لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. بس انت وزير بالوزاره وتقول ما يعلم الغيب الا الله، وتعرف كل شيء، وتعرف الحكومه وتشوفها قدامك، وتشوف البرلمان، ادري، وتعرف الدنيا كلها، وتقول لي ما يعلم الغيب الا الله. الوزير يعلم الغيب. اذا بقى الوضع على ما هو عليه، ما تغير النظام السياسي، ما تغيرت المحاصصه، وما اعتقد، انا غير متفائل. غير متفائل. زين اكو طرق بحاجه الى تاهيل. يعني تعرف طرق كثيره بحاجه تاهيل، بحاجه الصيانه، بحاجه يعني خاصه بالمحافظات الجنوبيه يعني تعاني من هذا الموضوع. شنو حلكم لها؟ نصينها غير. اي بس بيش يعني غير بفلوس. داخله ضمن الخطه؟ تدري ايش قد ينطونا الصيانه مال الطرق ولا لا؟ ينطونا 130 مليار. 130 مليار فقط. عجيب. يعني 100 مليون دولار لكل صيانه هذه الطرق. زين شو نلحق؟ فماخذيها على الاولويات. كل محافظه هي مدير الطرق اللي بالمحافظه تنطينا الاولويات مالتها ونقسمها. انا سويت معادله من جهه الوزاره، هاي 130 مليار اشوف طول الطرق، اطوال يعني اطوال طرق العراق ايش قد، بهاي المحافظه ايش قد اطوال، اقسم تطلع نسبه
نسبة الديوانية مثلا إلى أطوال طرق العراق مثلا طلعت 7%، أنطي 7% إلى مشاريع في محافظة الديوانية وهكذا. يعني عندكم نية لإقامة شبكة خطوط سريعة بالعراق؟ يعني هذا الحولي وأشباهه؟ والله أكو حوليات نشتغل عليها، وأيضا عندنا هذا طاء 2 اللي يكمل طريق مال بصرة بغداد طريبيل، من يم بغداد من يم المرسلات نكمله دريد الى الحدود العراقيه التركيه، بس ايضا ماكو له تمويل، فباقين اما بالتمويل بالاجل او يجي مستثمر، يعني ما نحاول انه على الاقل نخلي بالموازنه فد مقطع منا نبدي، يعني خطوه الألف او رحله ال1000 ميل تبدا بخطوه وين واحده. يظل؟ هي بقت عليكم سنه ونص من سنتين انتم. ايش ضل عندكم؟ لك هذه هي هذه المنطق ما ظل وقت الي، هو انا ما دا امني الي، مو الا بشرط انه انا يصير بوقتي. اقول لك استاذ محمد، احنا وين ما نروح نلقى قطع ايش كبرها. قام الاستاذ وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراج وين ما روح تلاقينا هاي القطعه. اي معناها شغل كذب هي؟ غير سويت على ارض الواقع. شنو سويت على ارض الواقع؟ استاذ محمد انت سويت على ارض الواقع، هسه خلينا نحاكيك يعني اي من ينفتح طريق ساعه تلاقيني قطعه ايش كبرها، ها كبرها اي ها كبرها، قام بتنفيذ المشروع. ليه ضايج يعني؟ انا ما ضايج، بس اقول سويت انت غيرك كون اكو شيء ملموس. فتحت مشاريع. ايش فتحت يا مشاريع؟ عدل 65 مشروع الله لحد سكني، مجمع سكني، هذا اللي عندي 65 مجمع سكني. طرق بحدود 500 مشروع لصيانه طرق جديده بحدود 280 طريق جديد. ايش طلعت؟ طبعا كلها مسويها؟ اي نعم، وروح شوفها. بس شنو هي شو اسمه شخطه قلم، هي شنو قاعد اسوي لك نفر كباب؟ شلون؟ لا طبعا هاي طبعا اقل طريق. انت عندك مثل نفر الكباب المفروض. طبعا انت عندك يعني مثل نفر الكباب، اذا سوي طريق لو سوي مجمع سكني. شنو عندك من ابدا في القضيه؟ شنو طبعا عندك شنو هي ميكانو؟ مو صعبه عندك ميكانو غير ياخذ وقته، غير هي هاي. شوف اذا نطلع منها العقليه، عقليه انه الوزير يسوي الروحه ويسوي انه بوزارته ما نبني بلد. الوزير لازم يشتغل استراتيجيا. اما غير عارفك سبعانه وقدها وجاي تسوي شغل. اي دا افتح مشاريع. النتائج بس قطعه تارس الشوارع. النتائج والله العظيم ما انقلبت هذا الشارع انقلبت عليه حاط له قطعه بيش كبره استاذ محمد. اي من يخلص ما تنقلب عليه. شو وقت يخلص؟ قل لي يلا ليه ما تخلص؟ اقول لك اسال اي مهندس الشارع ايش قد يطول؟ وانا ظل يومين انقلب منه لما يخلص. اقول لك شنو اجيب لك اياه شارع جاهز اشتري من السوق المركزي. هذا انا راح اقضي ترى من يكمل الشارع هذا بالعباس اخلص ولا يظل بيه كل شيء. اصير ليط الله وكيلك. تفتر بالمحافظات تدور انا ما اخذ المحافظات لا بروح ليالي الناصري الله وكيلك محمد كيف. استاذ عماد الطرق والمساكين هذه مشاريع استراتيجيه، يعني ما تخلص بيوم وبيومين وبشهر وبشهرين. هذا اسال اي مهندس. مجمع سكني لازم اقل شيء 2.5 30 الى 36 شهر. لازم ما يقبل غلط. لو تجيب رامبو يبني مو وزير. يعني يقولون هذا الطريق الدولي اللي يؤدي لليوسفيه اكو طسه هي معطلته الان. لا طريق دولي. الطريق الدولي يروح لليوسفيه. شو بيش؟ اكو طسه هي صايره الخراب بيه، معقوله هاي الطسه؟ لا ما معقوله. مو دافتين ما يعني هذا جسر اليوسفيه. هذا جسر. هو هذا اللي جسر المغلق غير؟ هو هذا مو طسه لا. المفصل بيه خلل. المفصل هذا تصميمه الماني. المفصل يراد له تبديل على ما سوينا المعامله الاستيراديه 3 اشهر بالتي بي اي يلا انفتح لنا اعتماد. وعلى ما صنعوا لنا اياها جابوها اعتقد خلال شهر ونص تنشد وينفتح. ماكو مشكله. تحويله المحموديه ايضا راح تنفتح الاسبوع القادم، بحيث ان الغاد اللي يروح من بغداد الى كربلاء ما يدخل داخل المحموديه، حولي على المحموديه. طريق تاهيل لطريق بغداد كربلاء ايضا بالطريق ان شاء الله جاي، التصاميم خلصت وفي طور الاعلان. يعني اذا نشتغل اللي نقدر عليه. الله موجود. صحيح انتم تعطون 7% للمكتب السياسي للشهيد الصدر؟ من يعطي 7%؟ يعني انتم من الوزاره؟ لويش يابا؟ ما اسالك انا يا اخوي. لا ابدا. عندكم احصائيات عن عدد الوفيات بالطرق الخارجيه؟ مو من مسؤوليتنا، من مسؤوليه المرور العامه، يا ريت يعطونا اياها. بس المفروض يوصلكم. يعني احنا عندنا احصاءات غير دقيقه بالوزاره، يعني من اللي سمعه، بس لعلمك ترى اللي يموتون بالطرق الخارجيه عندنا اكثر من اللي يموتون بالارهاب. اللي يموتون الله سلمك انت بهذا القلب بس خزرت ايدك. اللي يموتون
اللي يموتون. والله هسه انا قوي احرك. يسا الله سلمك، قول الحمد لله. اللي يموتون عندنا بالطرق الخارجيه اكثر من اللي يموتون بالارهاب، لذلك اللي ينصرف. تدري ليش؟ ماكو لا علامات مروريه. صحيح. ولا اكو كل شيء. صحيح. ولا يعني انتم عارفين الطرق هي شيء عليك يلا وروح. وهذا تقصيركم مع الوزير. يا لازم اللي ينصرف. ليش ما تسوون تعالجون؟ لازم اللي ينصرف غيركم تعالج هاي المواضيع. اللي ينصرف توقف انت مثل ما حاط لك قطع كبار قبل عم يحطوا هذول يحطوا لكم شو اسمه، يحطوا لكم علامه، يحطوا لكم شيء. يا اخوي يا بعد عين يا بعد روح انت. خلاص اجاوب؟ يلا جاوب. اللي ينصرف على الطرق لازم اكثر من ينصرف لوزاره الداخليه، ليش؟ لانه احنا عندنا الارهاب ده يقتل الناس والطرق ده تقتل الناس، منو اللي كميه الناس اللي تموت به اكثر؟ الطرق. بس الاعلام شو اسمه يدور مشيخات على قولتهن، يدور بس على عشرات. انتم ليش ما تسوون حمله اعلاميه على اللي يموتون بالطرق؟ وتقولون يا وزاره ماليه يا برلمان اصرفوا اكثر على الطرق لانه اللي يموتون بها اكثر من اللي يموتون بالارهاب. شوف موازنه وزاره الداخليه وشوف موازنه الطرق. زين اكو ميزان هذا اللي يحطونه على الطرق الخارجيه للسيارات الحمل. ما موجود هذا هسه. هذا بدينا بالمشروع او المنطقه الجنوبيه راح يخلص خلال شهرين. حلنا المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية والمنطقة بغداد والخطوط السريعة والفرات الأوسط في طور الإعلان. بس قل لي أنت المشكلة مو هنا، احنا على أحدث المواصفات، جبنا موازين على أحدث المواصفات وأنا مسؤول عن كلامي. بالمنطقة الجنوبية ناصرية سماوة بصرة كوت عمارة. بس قل لي إذا نخلص الميزان منو شلون راح نفرض على السيارات الحمل إنه تفوت على الميزان؟ هذا بعد هي ما بديكم سلطه عليهم. ما بدينا سلطه، فنتمنى انه قانون الطرق يقار او على الاقل وزاره الداخليه تتولى هذا الموضوع، لانه احنا كملنا الميزان وشغلناه، هم باثنين مهندسين اخلي او اثنين فنيين. من يجيك هذا سايق التريلا وما فات عليه، شو تسوي له؟ او ضربه وراح، شو تسوي له؟ وزاره الاسكان تجري مفاوضات مع الصين الان لربط بغداد باوروبا، صحيح هذا الكلام؟ اي نعم، بس مو بس وزاره الاسكان. احنا من طرحنا الموضوع انه الصين هي تسوي طريق المرور السريع رقم 2 تربط ميناء ام قصر باوروبا. هناك لجنه مشتركه اعتقد هسه احنا عضو بها او مو عضو ما ادري، من رئاسه الوزراء والامانه العامه هي اللي تتفاوض، والتفاوض واقف، ما حد ودع الشركه ولا احد مهتم بالموضوع. عجيب. اي نعم، وكتبت كتاب الى الامانه العامه بهذا الخصوص. زين راح تنشئون محطات او على الطرق الخارجيه محطات استراحه؟ اي الان بالاعلان محطه وحدناها. كل واحده تقريبا مليار و400 كلفه بنائها، اعطيناها للاستثمار، مزايده علنيه نطي الارض. كان قبل رحلات التليفون على السريع وهيك وتوقف وتخابر ومحطات استراحه، هسه ماكو. هسه كملنا تصاميم والان بالاعلان. اي مستثمر ننطيه قطعه الارض نفرض عليه انه يبني، يدفع لنا ايجار ويبني هاي المحطه على تصاميمنا احنا، وهو يديرها وهو يستفاد منها. بيها مطعم، بيها بنزينخانه، بيها محلات، بيها تليفونات، يعني اسواق. زين، يعني انت مهندس محمد المواطن وليس الوزير، مواطن. هل انت راضي عما حققته وزاره الاعمار والاسكان؟ لا. عجيب. كمواطن وكوزير ما راضي اثنينهم؟ لا، اثنين ما راضي. اقول لك انت هذا. طيب احنا العالم بس ما ضل عندنا وقت. كيفك؟ يلا بس كمل. بس لا، اقول لك العالم هي دائما واحد مو يسوق نفسه بس يبحث عن منجزات. طيب. اكو عندنا خليك من انتهى الوقت استاذ محمد. انتهى الوقت. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. ما صرف لكم الحكي، تدورون بس الزائدات. نتقدم بالشكر الجزيل للمهندس محمد صاحب الدراجي وزير الاعمار والاسكان، والشكر موصول اليكم مع تحيات فريق سحور سياسي. امنين اللقاء بكم في حلقات قادمه باذن الله. الى اللقاء. شكرا. اهلا وسهلا، حياك الله. شكرا.